اهلا بيك يا برج الثور في قناة جينيوس هات تاروت. خلينا نشوف نصيحة الملايكة ليكي ايه النهاردة. آم، خلينا نشوف. حلوة القراية كلها قلوب وحب دي. طيب. مم. طيب يا برج الثور، واضح ان انت بتبتدي بداية جديدة في حاجة. في حاجة بتسعى ليها او بتعملها جديدة. آم، او ممكن يكون ده، لو انا حاساها عاطفية اكتر من عملية، بس لو عملية انت بتعمل حاجة جديدة. لو بتعمل لو حاجة عاطفية، وفي الأغلب هي عاطفية، ففي حد جايلك من الماضي، حد عايز يرجع لك، حد عايز ممكن يكون زوج، ممكن يكون علاقة عاطفية بحد مثلا، ممكن كان يكون أكبر منك سنا شوية. شهر، بس هو في مواصفات اللي هو كريم، عاطفي، راجل حامي، بيدافع، وممكن تكون ده انت يا برج الثور. آم، بس الشخص دوت انت كنت بتحس العلاقة ما بينكوا زي الديفل والستار، يعني اللي هو ايه، علاقة حد شافاك، يعني انت النص الحلو والنص اللي مش الشادو سايد، زي ما يكون الشخص ده كان بيبين لك ايه الشادو سايد بتاعك، وساعدك انك تتشافى من الشادو سايد بتاعك ايا كان. ممكن يكون مش قصده، ممكن يكون ما عملش حاجة يخليك كده. بس انت بتفكر ترجع للشخص دوت، او ترجع تكلمه، او انت حسيت ان هو شفاك من حاجات كتير، و... وان المشكلة كانت عندك انت، وان الشادو سايد كان عندك انت، مش هو مجرد جه بينهولك، مش اكتر. فانت حاسس ممكن تكون الشخص ده اصغر منك سنا، بيحب الموسيقى، ممكن بيحب الشعر، ممكن يكون زوج، ممكن حبيب، ممكن اخ. آم، بس هو شخص غير مستقر عاطفيا يعني. متعقد من العلاقات عموما، عنده مشكلة. فانت ممكن تكون حاسس ان هو قل معاك، او ان انت قلت معاه. يعني شوف على قصة حياتك، لان العلاقة القراية دي ديب قوي على فكرة، معرفش ليه. آم، فيها محاور كتير كده. المهم ان الشخص دوت ممكن يكون راجع لك وعايز يصالحك، وعايز تبتدي بداية جديدة، وعايز وان انت حلو بالنسبة له، وعايز فرصة تانية. وممكن يكون انت جاتلك رسائل من الملايكة، او رسائل عموما، او ساينز من الشخص دوت، ان هو زي راجع لك تاني، او في الطريق، او ان انت تسامحه، او ان انت تروح له، او ان انت يعني تبتدي تتكلم معاه في العلاقة بتاعتكوا او كده. جاتلك ممكن مرتين ورا بعض، بس انت لسه زي ما انت واقف، مش عايز تتحرك. واقف ورافع له السيف بتاعك، زي يكون قلقان منه، خايف منه، لسه زعلان منه. آم، فيعني الملايكة بتقولك يعني حاول كده ايه، تهدى كده شوية، وان اي حاجة كنت انت ممكن تكونوا كنتوا متجوزين، او في علاقة تربطكوا، يعني فيها عادات وتقاليد، ومتجوزين، او نصك التاني، او حاسس ان انتوا كنتوا قربتوا من بعض قوي، بس انت ماشي على ستراكشر معين وعايز كل الناس تمشي عليه. انت واقف مكانك، والشخص التاني واقف مكانه، بس هو عايز يرجع، او انت عايز ترجع له، بس محدش بيعمل حاجة، محدش بياخد خطوة. فالملايكة بتنصحك اللي هو لا، هو مجرد ان اي حاجة انت واجهتها مع الشخص ده كان الشادو سايد بتاعك، مش اكتر. خلاص، يعني الموضوع عدى، وده كان لازم حاجة تحصل عشان تتشافى من الامور دي. وبيقولوا لك ان السما خلاص بتفتح، فاتحه لك ايديها، وعايزه تديك كل الحب وكل الوفرة اللي انت محتاجها في حياتك. وانت هتلاقي دلوقتي ان
انت مجرد هتلاقي في حاجات جاية في طريقك هتفاجئك، مجرد هي هدايا من ربنا على الصبر او على الفترة اللي انت عديت بيها من تشافي او من جرح او كده، او تشافي الشادو سايد بتاعك. آم، بس واذا كان الفترة دي كان فيها يعني كان الفترة اللي فاتت دي كان فيها كساد شوية في شغلك او كده، فانت هترجع تاني ان انت تعرف، هترجع لطبيعتك، هتعرف ان انت تشارك كل الوفرة دي مع الناس ومع اللي حواليك، وترجع زي تحب تاني تنفتح للحياة تاني. فهي يعني هو مجرد هما بيقولوا لك ان دي كانت فترة وعدت، وكان عشان تتشافى من الشادو سايد بتاعك، وانت دلوقتي محتاج تبص للأمور بنظرة تانية وتبتدي ترجع في طبيعتك وفي شخصيتك الحقيقية. وحاول ان انت حاجة زي تصدق، هم عايزينك تتصدق بنية ان انت تتشافى من الحاجات دي، وان انت تعدي المرحلة دي، خلاص انت في اخرها، فانت محتاج بس ايه، تنفتح على الحياة شوية، فتتصدق بالنية دي. واذا انت داخل على بلانز جديدة او على شغل جديد او على مشروع جديد، فده الوقت ان يبقى فيه نجاح قوي ليك. وهيجيلك، ولو انت بتدور على شغل هيجيلك شغل opportunities جاية في طريقك، فرصة للعمل، يعني كذا واحدة كمان. آم، واقبلهم، يعني حتى لو هما مش عاجبينك قوي، بس اقبلهم، لان دول هيودوك لحتة تانية، لحاجة تانية. يعني بس ممكن تكون لو بتعمل مشروع، عندك مشروع او داخل على حاجة، وحد عايز يخش معاك او عايز يساعدك في حاجة، يقبل المساعدة، واقبل الشخص ده، واقبل العرض، يعني من الاخر هيجيلك عروض اقبلها. بس واذا انت بتفكر تعرض على حد ان هو يشتغل معاك، او توفر لحد آه، مهنة او شغل او كده، يعني ما تقلقش، وجو اهاد واديله العرض دوت. فقولوا لي يا برج الثور ايه الاخبار، ويا رب تكون القرايه عجبتكم، واكتبوا لي في التعليقات بقى ايه القصه. يلا، باي باي.